تعالي بقى خلاص كل سنة وانتم طيبين، والواحد بجد حزين وزعلان عشان رمضان أحلى أيام وأحلى شهر الواحد بيستناه في السنة. حبينا بقى نختم الأكل كده خفيف يكون سندوتشات خفيفة، الولاد خلاص زهقوا، فهنعمل النهاردة أحلى كبدة اسكندراني وأحلى سجق شرقي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. أول حاجة جبت فلفل شطة وفلفل رومي قطعتهم زي ما انتم شايفين، ومعايا كبدة عصافيري والسجق وطماطم متقطعة مكعبات صغيرة. هنعمل أول حاجة السجق. تعالي كده نبدأ نجيب طاسة، ممكن تحطي مواد دهنية لو عندك السجق عارفة إن هو فيه دهون كتير، ما تحطيش أي مواد دهنية في طاسة كده تيفال أو أي حاجة أو جرانيت، وابدأي انزلي بالسجق بتاعك على طول. أنا حطيت معلقتين بس من الزيت، وابدأ أقلب السجق كده فيه كويس إن أديله كده تحميرة حلوة، وانزل عليه بشوية فلفل أسود وشوية ملح صغيرين. خلي بالك عشان السجق ممكن يكون الجزار اللي انت جايباه منه يكون محدقه كويس، فحطي حاجات قليلة جدا، أو ممكن تحطي الفلفل بس، وبعد كده تبقي تشوفي الملح بتاعه. تمام. خلاص بقى هنا هابدأ أنزل بكمية الطماطم اللي انتِ حاباها، حابة طماطم كتيرة حطي، حابة طماطم قليلة حطي، حابة تحطي فيه فلفل ألوان أو فلفل رومي براحتك. أنا عندي الولاد بيحبوه هنا بس بالطماطم فقط زي ما بياكلوه من برّه. تعالي بقى خلاص أحطها كده على عين الوسطى الصغيرة، وأسيب السجق بقى إيه يستوي براحته، لإن هينزّل مَيّته وإيه وأسيبه لحد ما يشرب المَيّة بتاعته. هاجيب طاسة تانية كده ونحط فيها معلقتين زيت، ونقوم نازلين بقى بالكبدة بتاعتي العصافيري. تمام، يا تقطعيها يا تقولي له عايزة كبدة عصافيري. وانزل بعد ما اديتها التشويحة، شايفة لسه في كبدة لونها ما غيرش، بانزل بمعلقتين من الخل، معلقتين كبار. وبعد كده خلاص لونها غير، وبعد مع التقليب انزل بمعلقة كبيرة زي ما انتم شايفين كده من التوم، معلقة كبيرة مليانة من التوم المفروم، وابدأ ان انا اقلب شوية كده مع التوم تاخد ايه الشكل اللي انتم شايفينه، وتاخد ريحة حلوة. بعد كده أنزل بمعلقة كبيرة من الليمون، عصير الليمون، وأنزل بمعلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الكمون. الحاجات المقادير اللي باقولها دي على كيلو من الكبدة، كيلو من الكبدة. خلاص أبدأ إن أنا أقلِّب كل الحاجات اللي أنا حطيتها على الكبدة دي كويس شوية، أمّا أحس إن هي بقى خلاص استوت كده تختبريها وتحسيها استوت، أنزل عليها بالفلفل الرومي والفلفل الشطة. طيب يا شيماء دلوقتي أنا عن نفسي الولاد عندي بيحبوا الفلفل ده ما يكونش يعني بيجرش كده تحت سنانهم، بيحبوه يكون طري ومش باين في الكبدة، فباسويه مع الكبدة. لكن أنتِ بتحبي لونه يبقى أخضر كده زي ما هو، لأ يبقى خلاص هتحطيه آخر حاجة، تحطي الأول معلقة التوم الباقية اللي إحنا حطيناها دلوقتي، وبعد كده تحطي الفلفل ده آخر حاجة، يا دوبك تدّي له تقليبة وتقومي قافلة عليه. تمام. لكن أنا هنا حطيت الفلفل الأول عشان عايزة أسويه شوية، وحطيت التوم، وبعد كده باقلّب فيه شوية على النار يعني لمدة 3 دقايق كده والّا حاجة. وبعد كده بقى قبل ما أكون خلاص يعني الكبدة استوت وقفلت عليها، أنزل بقى بمعلقتين كبار من عصير الليمون. أنا قفلت على الكبدة أقوم نازلة بمعلقتين كبار من عصير الليمون تاني. الخطوات دي مهمة جدًا عشان تاخدي أحلى كبدة اسكندراني ممكن تاكليها في حياتِك. أتمنى كده السجق بتاعنا خلاص، أتمنى الفيديو عجبكم النهارده لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم مع الجمال وأقول لكم سلام.